اهلا وسهلا بيكم تاني. النهارده هنتكلم عن موضوع بيخوف ناس كتيره، البنج اثناء الحمل. هل هو امن وامتى بنحتاجه؟ وليه الدكتور بيختار نوع معين؟ اولا، امتى نحتاج بنج اثناء الحمل؟ زي علاج الاسنان، ممكن تعملي حشو او خلع لاسنان وانت حامل. عمليات جراحيه طارئه زي عمليه الزايده او المراره. عمليات متعلقه بالحمل. ثانيا، هل البنج امن اثناء الحمل؟ امن، لكن تحت اشراف دكتور تخدير متخصص، والدكتور بيختار نوع البنج المناسب ليكي وللبيبي حسب حالتك. في العمليات الدكتور بيرشح البنج الموضعي او النصفي عن البنج الكلي. ايه انواع البنج الامنه في الحمل؟ البنج الموضعي بيكون في منطقه صغيره جدا زي بنج الاسنان، كميه الدواء اللي بتيجي للبيبي ضئيله جدا ومش بتاثر عليه. البنج النصفي بيكون في العمليات القيصريه او عمليات الحوض، الدواء مش بيمر للبيبي وانت صاحيه في كل العمليه. البنج الكلي بيتعمل في الحالات الطارئه بس، الدكتور بيستخدم ادويه امنه على الحمل وبيراقب البيبي كويس. رابعا، ازاي الدكتور بيحمي البيبي؟ بيمنع اي ادويه ممكن تضر نمو البيبي، بيراقب ضربات قلب البيبي قبل وبعد البنج. نصايح: لو محتاجه بنج قول للدكتور التخدير انك حامل، حتى لو في شك اسالي عن انواع البنج والبدايل. اثقي في الدكتور، هو عارف الافضل في ليكي ويحمي طفلك بيه. امتى نتجنب البنج؟ في اول 3 شهور لانها فتره تكوين البيبي، الا لو كانت الحاله طارئه جدا. الخلاصه: ما تخافيش من البنج اثناء الحمل، الدكاتره متدربين على التعامل مع الحوامل. اهم حاجه انك تخبري الدكتور بدري انك حامل وهو يختار لك الطريقه الامنه ليكي وللبيبي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لكل اللي يكونوا محتاجين المعلومه دي، واكتبوا لنا في الكومنتات رايكم.